إمم. ما أصل خلاص أنت اتعودت، يعني العبد لله بييجي كل شهر كده يبُص بَصّة على القناة ويمشي. أهم حاجة أنت تمام؟ لا أنا تمام ما تشغلش بالك بيّا. أعمل لك شاي؟ طيب أنا بعد الغيبة الكبيرة دي فكّرت كده وقُلت إن أنا ما ينفعش أرجع بفيديو عادي، عيبها في حقي طبعًا. فالنهارده يا غالي جايب لك موبايل يعتبر من أحسن الموبايلات في فئته السعرية، ومن وجهة نظري هو أكتر موبايل بيقدّم قيمة وتجربة ممتازة مقابل سعره. وبالمناسبة الموبايل مش جديد تقريبًا نزل من حوالي سنة، لكنه ما زال بيقدّم قيمة عالية مقابل السعر بتاعه. والموبايل ده هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في فيديو مراجعة جديد للموتورولا ايدج 60 برو يا غالي. حلو والله ما نسيتش المقدمة الحمد لله. وليه على الموبايل ده الايدج 60 برو 24 عيب، 24 حاجة ما عجبتنيش ومش هتعجبك لو فكرت تشتري الموبايل. وحشنا والله يا غالي، لا بجد وحشت. سيبك انت، المهم انت عامل ايه؟ خلاص يا غالي انت هتصاحبني ولا ايه؟ يلا نبدأ. يلا بالنسبه للتصميم فالموبايل جاي بظهر من الجلد والاطار من البلاستيك، وفي ظهر الموبايل عندك الكاميرات في مربع بيضمهم في اقصى الشمال من فوق، والمربع ده بيضم 3 كاميرات وفلاش ليد وشعار موتورولا في نص ظهر الموبايل. والفرق في شكل ظهر الموبايل بين الايدج 60 برو والايدج 50 برو هو ان الفلاش كان تحت في الايدج 50 برو وبقى فوق في الايدج 60 برو. في الايدج 70 برو بقى راحوا مرجعينه تحت تاني. ما اصلنا بنلعب بقى، بنلعب احنا بقى. مصمم فاضي عمال يغير في مكان الفلاش. ما ترسلكم على بر بقى. الظهر جلد والاطار بلاستيك والموبايل بيجي بثلاث الوان. اللون انت ما دوستش لايك؟ انت ما دوستش لايك ولا ايه يا غالي؟ فكرني ناس انت بقى ومطنش. انزل دلوقتي دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وصدقني يا غالي مفيش حد هيخاف على فلوسك اكتر مني. اديني بقول لك اهو عشان ما تندمش بعد كده. الموبايل نازل بثلاث الوان، ازرق ورمادي وبنفسجي، ولو عايز رايي خليك في الرمادي شكله شيك بصراحه. عموما تصميم الموبايل بسيط جدا وما فيهوش الترندات العجيبه اللي الواحد بقى بيشوفها في تصاميم الموبايلات اليومين دول. بالنسبه للاطار فعندك من على اليمين زرار الصوت وزرار الطاقه ومايك لعزل الدوشه عشان تاخد جوده صوت احسن في المكالمات او حتى في التصوير. من تحت عندك السماعه والمايك الاساسي ومدخل الشحن تايب سي ودرج الشريحه، ومن فوق عندك السماعه الثانيه، وفي زرار اضافي تقدر تخصصه زي ما تحب في اطار الموبايل على الشمال. وزن الموبايل 186 جرام وده وزن ممتاز ويعتبر هو الوزن المثالي في الموبايلات. مش هتحس بتقل الجهاز في ايدك. وسمك الموبايل مقبول 8.2 مللي. ما اقدرش اعتبره عيب علشان حجم البطاريه الكبير اللي هنعرفه كمان شويه. الموبايل محمي ضد الميه بشهاده اي بي 68 و69، تقدر تغطس بيه تحت الميه لحد عمق 1.5 متر لمده نص ساعه. وكمان عليه مقاومه للصدمات بشهاده عسكريه، يعني يعتبر واخد كل انواع الحمايه اللي موجوده في الموبايلات من غير تنازل او تضحيات في باقي مواصفات الموبايل. يا ريت باقي الشركات تتعلم. ها اتعلموا. وتصميم الموبايل ياخد جيد جدا. شاشه الموبايل بتيجي بحجم 6.7 بوصه والشاشه من نوع بي اوليد بتردد 120 هرتز ودقه 1.5 كي وتشبع الالوان 1 مليار لون. تجربه الفرجه على الشاشه دي ممتازه كالوان وحده وسطوع. هتاخد تجربه ممتازه من شاشه الموبايل ده سواء في الافلام او الفيديوهات او حتى الالعاب. سطوع الشاشه بيوصل ل 4500 شمعه، لكن السطوع الفعلي حوالي 1600 شمعه، وده رقم ممتاز ويعتبر اعلى من باقي الموبايلات اللي في نفس سعره. والشاشه هتبقى واضحه معاك تحت اشعه الشمس المباشره بدون اي مشاكل. وانا بقول لك انها هتبقى اعلى في السطوع تحت اشعه الشمس المباشره مقارنه بباقي الموبايلات، لان باقي الموبايلات هتلاقي السطوع الفعلي بيكون حوالي 1200 شمعه بس تحت اشعه الشمس المباشره، لكن هنا 1600 شمعه. الشاشه داعمه لتقنيه ال HDR 10 بلس. سكرين تو بادي ريشيو هنا 92%، وفعلا حواف الشاشه هنا ممتازه وصغيره جدا. وكثافه البكسلات هنا 444 بي بي اي. انا قلت ان الشاشه منحنيه، عموما الشاشه منحنيه من الجناب. الشاشه عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 7 اي، حمايه جيده جدا بالنسبه للموبايل. عندك بصمه تحت الشاشه سريعه وما بتغلطش. والشاشه بالنسبه للجوده والدقه وتشبع الالوان تاخد ممتاز. الموبايل من ناحيه الاداء فهو ممتاز لانه جايبه معالج من ميديا تك الدايمنسيتي 8350 اكستريم. وبص فكك من المسميات، معالج دايمنسيتي 8350 هو ال 8350 الترا، هو ال 8350 اكستريم، هو 8350 بطيخ. لا اكيد يعني مفيش معالج اسمه 8350 بطيخ، دي حته من عندي. والثلاث معالجات دول الفرق بينهم وبين ال 8400 او ال 8450 مش كبير قوي، وممكن انت كمستخدم عادي ما تحسش بيه، وفي الغالب بتكون مجرد مسميات للتسويق مش اكتر. عموما الموبايل جايبه معالج 8350 اكستريم، معالج ثماني النواه بتردد بيوصل ل 3.35 جيجا هرتز، والمعالج طبعا بدقه تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي من نوع مالي جي 615 ام سي 6. الموبايل بيشغل بابجي على سموث مع اكستريم بلس، لكن بيدي لك 60 فريم مش 90 فريم. معرفش ليه الحقيقه، هل المعالج لسه مش مدعوم كويس مثلا في الالعاب؟ يا ريت لو حد معاه الموبايل يكتب لي في التعليقات بيلعب 60 ولا 90. المعالج ده المفروض يشغل 120 فريم اصلا. الموبايل محقق حوالي 1,800,000 نقطه، يعني بيلعب ما بين 1,700,000 1,800,000 في الحدود دي. وفي اداء السنجل كور محقق 1400 نقطه و4500 نقطه في المالتي كور. الموبايل في الاستخدام العادي او المتوسط هيبقى طلقه ومش هيأثر معاك في حاجه. ومستوى
التبريد في الموبايل هنا حلو. غرفة التبريد اللي موجودة في الموبايل ده عاملة شغل عالي. الموبايل مع الضغط عليه مش بيقلل تردداته بشكل عنيف، يا دوب 30%، وده رقم جيد. والاحلى كمان انه مستقر. فمن موقعي هذا احب ان احيي غرفة التبريد على العظمة اللي بتعملها دي. المعالج ده لو في اي موبايل تاني كنت هتلاقيه بيرقص، والاداء ياخد من جيد جدا لممتاز. نطلع من الاداء وننتقل للمساحة. والموبايل هنا في مصر بيتوفر بنسخة واحدة وهي ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام. الذاكرة من نوع يو اف اس 4، ودي ميزة حلوة. تقريبا اغلب الموبايلات اللي في نفس سعره بتيجي بيو اف اس 3.1 او حتى 2.2، ما عدا البوكو اكس 7 برو لانه اصلا موجه للالعاب. والرامات من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس. بطارية الموبايل كبيرة، بتيجي بحجم 6000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي 5 واط، اللي هو يعني تقدر تشحن حاجة من الموبايل، يعني تستخدمه كباور بانك بمعنى اصح، بس هتقعد حبة حلوين بتشحن. بطارية الموبايل كبيرة، هتكفي معاك يوم كامل وزيادة كمان على حسب استخدامك طبعا. وفي الالعاب او الاستخدام التقيل هتدي لك ما بين 7 ل 8 ساعات متواصل. وطبعا البطارية من النوع الجديد او التقنية الجديدة السيليكون كاربون. وبالنسبة لسرعة الشحن، فالموبايل بيشحن من 0 ل 80% في حوالي نص ساعة تقريبا، وده رقم ممتاز. وبيشحن بالكامل في حوالي ساعة الا ربع، والبطارية تاخد ممتاز. الموبايل جاي باندرويد 15 مع واجهة موتورولا هالو يو اي، والموبايل داعم لحد 6 سنين تحديثات، فما تقلقش من الناحية دي خالص. عيش حياتك يا باشا مع الموبايل. والحلو كمان في واجهة موتورولا انها اقرب للاندرويد الخام، فبمعنى انها خفيفة، مفيش تعديلات كتير تتقل الواجهة على الفاضي. وفي نفس الوقت بحب معالجتهم للصور جدا. السوفت وير هنا بيخدم التصوير بشكل رهيب. وعلى طار معالجة الصور، الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر. الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 1.8، ومستشعر من سوني السوني ال واي تي 700 سي. ايوه هو نفسه الموجود في الايدج 50 فيوجن، كنا عملنا له مراجعة في القناة هنا. مستشعر يعتبر من الفئة العليا عند سوني، والمستشعر ممتاز عامة، وحجمه حوالي 65 بوصة. والكاميرا بتدعم المثبت البصري الاو اي اس. الكاميرا الثانية تيليفوتو بتعمل زوم حقيقي 3 اكس بدقة 10 ميجا بكسل، بمستشعر من سامسونج مكسر انت اسمه الحقيقة عشان اسمه طويل، هحطه لك على الشاشة. المستشعر بحجم ربع بوصة وبفتحة عدسة اف 2.0، والبعد البؤري للعدسة دي 73 ملم، وبتدعم المثبت البصري. العدسة الأخيرة الترا وايد بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.0، بمستشعر برضه من سامسونج الجي ان 5. والعدسة دي بتصور بزاوية واسعة 120 درجة، وبتصور ماكرو كمان. يعني بص مدلعينك، مش عدسة تيليفوتو بس، لا كمان في ماكرو. والكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة اف 2.0 بنفس مستشعر الالترا وايد الجي ان 5. الموبايل بيصور فيديو في كل العدسات الخلفية والأمامية بدقة 4K مع 30 فريم في الثانية، أو 1080 بكسل مع 30 أو 60 فريم في الثانية. وفي الكاميرا الأساسية بيدعم تصوير فيديوهات HDR 10 بلس، ودي ميزة صعب تلاقيها في الفئة دي. وعندك مستشعر كالر سبيكتروم سنسور. وفي التجربة الفعلية للكاميرات، عندك الكاميرا الأساسية بتطلع صور جامدة جدا، ألوان الصورة مشبعة والتفاصيل جيدة جدا، ومفيش حدة اوفر في الصورة، والدايناميك رينج ممتاز. ولو بتصور أشخاص فتفاصيل وملامح الوش جيدة جدا برضو، ولون البشرة مظبوط مش شاحب أو زاهي بزيادة. والبورتريه تفاصيل فيه جيدة وممكن توصل لجيد جدا. باقي الكلام عن البورتريه في قسم العيوب. ومع الزوم ال 2 اكس التفاصيل جيدة جدا، والدايناميك رينج ممتاز، وتشبع الألوان جيد جدا. والكاميرا الخلفية في النهار تاخد جيد جدا، وفي الليل الكاميرا الخلفية جيدة جدا وتقدر تقول ممتازة. التفاصيل ممتازة، حتى لو عملت زوم في الصورة مش هتلاحظ بكسلة جديدة. وبصراحة الكاميرا دي في الليل تتفوق على موبايلات كتير في نفس فئته السعرية او حتى اعلى. الكالر سبيكتروم سنسور عامل شغل عالي، الحدة جيدة جدا، والدايناميك رينج ممتاز، والالوان جيدة جدا. العدسة التليفوتو بتطلع صور جيدة جدا في النهار، التفاصيل ما بين جيد لجيد جدا، وتشبع الالوان جيد، والدايناميك رينج ممتاز. وفي الليل العدسة التليفوتو هتطلع لك صور جيدة، تفاصيل جيدة، والدايناميك رينج ياخد من جيد جدا لممتاز، وتشبع الالوان جيد. هتدي لك تجربة جيدة من الاخر. العدسة الالترا وايد في النهار جيدة، التفاصيل جيدة جدا، وتشبع الالوان جيد، والدايناميك رينج مقبول وتاخد جيد. وبنفس العدسة الالترا وايد تقدر تاخد صور ماكرو وبتطلع صور بنتائج جيدة جدا. وفي رأيي العدسة دي الاستعمال الافضل ليها انها تكون ماكرو. الكاميرا السيلفي بتطلع صور ممتازة، التفاصيل ممتازة، وتشبع الالوان ممتاز، والدايناميك رينج جيد جدا، ولون البشرة مظبوط جدا. والسيلفي في الموبايل ده ينافس اي موبايل تاني في فئته السعرية او حتى اعلى ويعديهم. بس الكلام ده في الصور بس، لسه ما جيناش لتجربة الفيديوهات. وكده خلصنا الصور، نخش على تجربة الفيديو. تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية في النهار هتاخد تجربة ممتازة، التفاصيل ممتازة ومفيش نويز كتير في الفيديو، تشبع الالوان ممتاز، والدايناميك رينج جيد جدا. ومع ال 4K بيشتغل المثبت الالكتروني ال EIS، واداؤه جيد جدا في الثبات. المثبت الالكتروني هنا بيشتغل اوتوماتيك. والفيديو بالكاميرا الخلفية في النهار ياخد ممتاز. تصوير الفيديو بالليل في نفس العدسة هتاخد تجربة جيدة، التفاصيل جيدة، وتشبع الالوان مقبول، والدايناميك رينج جيد جدا. العدسة التليفوتو في تصوير الفيديو جيدة جدا، التفاصيل ممتازة، وتشبع الالوان جيد، التفاصيل ممتازة، وتشبع الالوان، والدايناميك رينج ياخده جيد. وتصوير الفيديو بالعدسة الالترا وايد لا، دي هنخليها في قسم العيوب احسن. الموبايل جاي بصوت ستيريو ممتاز، وبيدعم
بتقنيه الدولبي اتموس. وبما اننا اتكلمنا عن الصوت، فاستنى فيديو مراجعه الوان بلس بادز 3 هينزل ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول. سماعه ممتازه بس فيها عيب واحد خلاني مضطر ابيعها. فيديو جامد جدا وهيعجبك ان شاء الله، فاتاكد انك مشترك وفعل الجرس. ولو حابب تشتريها ابعت لي على حساب الانستا، هتلاقي الرابط في الوصف. عموما هتاخد تجربه ممتازه من سماعات الموبايل ده، سواء في الالعاب او لو بتسمع اي حاجه على الموبايل. شبكات الموبايل ممتازه، الموبايل بيشيل شريحتين اتصال، والمفروض انه داعم لخاصيه الاي سيم، بس معرفش النسخه اللي نازله مصر فيها الخاصيه دي ولا لا. يا ريت لو حد يعرف يفيدنا في التعليقات. واي فاي 6 اي، بلوتوث 5.4، وطبعا داعم لشبكات ال 5G، والموبايل داعم لخاصيه التراي باند. بالنسبه للمستشعرات عندك NFC وجيروسكوب وبوصله ومستشعر تقارب حقيقي واداء ممتاز. بالنسبه للعلبه فبيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينه بشكل مسبق، راس الشاحن بقدره 90 واط، وسلك الشحن من تايب سي لتايب سي، ودبوس الشريحه وكتيبات التعليمات وجراب على حسب لون الموبايل اللي انت شاريه. وبارك الله في مرزه. ونخش في العيوب. تصميم الموبايل ده رخيص والرخص واضح عليه. الشركه مش صارفه ربع جنيه على التصميم، سواء من ناحيه الفريم البلاستيك او الظهر الساده. يا راجل ده حتى الالوان بتاعته مش حلوه، مفيش غير اللون الرمادي بس هو اللي شكله جميل. اللونين التانيين يحسسوك ان الموبايل لعبه. الميزه الوحيده في التصميم انه مقاوم للصدمات وضد الميه. وموضوع الكتابه اللي حوالين الفلاش ده مش لطيف، فكرني بالربع جنيه المخروم بتاع زمان، او الملبس النعناع اللي كان شكله زي الحلقات كده كنا بنشتريه بربع جنيه زمان. تصميم ما عجبنيش عموما، ومش عارف يعني ممكن تعتبرها اختلاف اذواق مش اكتر. عدسات الكاميرات ملط، حرفيا ملط. كل عدسه مرميه في حته لوحدها وبروزهم عالي، اقل خبطه في العدسات هتزعلك، وسهل جدا ان التراب يدخل ما بينهم وهيبقى صعب تنضفه. مكان المايك اللي تحت زرار الباور ده، انا عايز اعرف هو مكانه فوق مزعلكم في حاجه؟ مساحه الفريم طب مش مكفيه؟ ما هو يا اما كده يا اما اللي صمم الموبايل واحد اشول بيمسكه بايده الشمال. مفيش مدخل 3.5 مللي، الشاشه منحنيه، معدل التعتيم في شاشه الموبايل ده قليل، 720 هرتز يعتبر رقم قليل. لو عينك حساسه فغالبا هتتعبك في الاستخدام لفترات طويله. مفيش دولبي فيجن في الشاشه، الموبايل مش داعم اكتر من 60 فريم في بابجي، فللاسف مش هتستفيد بقوه المعالج. والمشكله ان دي حاجه مش هتقدر تحلها غير شركه موتورولا نفسها، يا اما هتضطر تستعمل برنامج او ملف، وساعتها ممكن تلبس بان 10 سنين، يبقى احفادك بقى يلعبوا بالحساب. الوان الصوره بارده شويه في تصوير البورتريه، وتفاصيل الوش قليله، تفاصيل كانت محتاجه تتحسن عن كده. والديناميك رينج بيهيس ساعات. تشبع الالوان في العدسه التيليفوتو كان محتاج يزيد درجتين 3. الوان الصوره تحسها باهته شويه، والديناميك رينج بيلسع شويه، وتفاصيل الصوره قليله. في الليل بقى الصوره ساقعه، لا مش بارده، ساقعه. اللون الازرق طاغي على باقي الالوان. لو قارنتها بالعدسه الاساسيه هتلاقي فرق كبير في الالوان بالذات، والتفاصيل في الصوره ضعيفه. الصور بالعدسه الالترا وايد في النهار الديناميك رينج ضعيف، والتفاصيل نوعا ما قليله شويه، والوان الصوره عموما غامقه. في الليل بقى العدسه دي رايحه في داهيه، تفاصيل ضعيفه والالوان سايحه على بعضها، والديناميك رينج ما جاش اصلا. تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه الاساسيه حسيت الالوان فاقعه بزياده، او زاهيه درجتين 3 مثلا، تحسها زاهيه بزياده، والالوان مايله للازرق شويه. والموضوع ده بيظهر اكتر في الليل، وكمان الالوان سايحه على بعضها، والصوره مبكسله شويه. تقريبا الحاجه الوحيده اللي مظبوطه في تصوير الفيديو الليلي بالعدسه الخلفيه الاساسيه هو الديناميك رينج. المثبت البصري مش بيشتغل مع ال 4K، بيشتغل المثبت الالكتروني واداؤه جيد، بس لو كان مثبت بصري كان هيكون احسن بكتير. تصوير الفيديو بالعدسه التليفوتو الديناميك رينج ضعيف، والتفاصيل متوسطه. العدسه الالترا وايد بقى التفاصيل معدومه، والديناميك رينج بيلسع جامد، والتفاصيل ضعيفه في تصوير الفيديو السيلفي، والوان البشره مش مظبوطه، هتحس الصوره بهتانه شويه. مفيش مكان لكارت ميموري، مفيش مستشعر اي ار بلاستر، يعني مش هتقدر تستعمل الموبايل كريموت كنترول للاجهزه اللي عندك. موضوع ان سلك الشحن يكون من تايب سي لتايب سي ده مش بفضله، لانك احيانا كتير بتحتاج ناحيه تايب ايه لو حابب توصله باللاب مثلا او كمبيوتر، ممكن ما يكونش فيه مدخل تايب سي اصلا، ساعتها تضطر تشتري وصله مخصوص. اداء البطاريه مقارنه بحجمها مش احسن حاجه، وفي المقارنه مع موبايل شاومي 15 تي الارقام كانت قريبه جدا من بعضها، بل وكمان الشاومي تفوق عليه رغم ان في فرق 500 ملي امبير لصالح الموتورولا، ده غير انها بالتقنيه الاحدث. واخيرا مفيش باي باس تشارجنج. سعر الموبايل للنسخه الوحيده في مصر ال 512 جيجا و12 جيجا رام ب 25990 جنيه ضمان محلي. ويعني بص يا تلحقوا يا ما تلحقوش، لانه تقريبا بيخلص من السوق وشكله كده مش نازل منه تاني. واقول لك رايي في الجهاز. الموتورولا ايدج 60 برو يعتبر اكتر جهاز متكامل في فئته السعريه، اكتر جهاز متكامل ومتوازن في سعره. الموبايل بيقدم لك شاشه بدقه وتردد والوان ممتازين، مع معالج قوي جدا. اي نعم مش بيشغل 60 فريم في بابجي، لكنه في الاستخدام العادي هيبقى طلقه معاك حتى في الاستخدام التقيل. والكاميرات يعتمد عليها بشكل كبير باستثناء الالترا وايد. وفي رايي الجهاز ده هيبقى مناسب ليك لو انت استخدامك تقيل، او لو كنت من النوع اللي بيهلك الموبايل، او لو كنت صانع محتوى ومحتاج موبايل قوي تصور وتمنتج بيه. وما تنساش ان معاك حمايه عاليه ضد الصدمات وضد الميه. والموبايل ده هياخد 8.5 من 10. دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. تابعنا على كل المنصات دي، هتلاقي الرابط في الوصف. واستنى فيديو السماعه وخمن العيب اللي بسببه مضطر ابيع السماعه دي عشان اسمك يطلع معانا في الفيديو الجاي. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.